السلام عليكم. نجوم المنتخب الأول يدعمون أشبال بوغرة. حرص نجوم المنتخب الوطني الأول على توجيه رسائل دعم للاعبي الفريق الوطني المحلي بعد فشلهم في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للمحليين 2022. وتعرض المنتخب الوطني للهزيمة في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح 4-5 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي على وقع التعادل السلبي. وكان رياض محرز جناح مانشستر سيتي في مقدمة الداعمين لأشبال مجيد بوغرة، وكتب عبر ستوري خاص به في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث قال: نجم مانشستر سيتي: فخور بكم إخواني، الحمد لله دائما. من جهته عبر بن ناصر عبر تغريدة له في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: لقد نجحتم في تمثيل بلادنا بكل فخر وشرف وكرامة. نحن جميعا فخورون بكم وسنظل كذلك. أما يوسف بلايلي المحترف في صفوف نادي أجاكسيو الفرنسي فكتب: شكرا على كل شيء، يعطيكم الصحة. وهي نفس التغريدة التي كتبها آدم زرقان لاعب الرويال شارلوا البلجيكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. عبد القادر بدران مدافع فريق ضمك السعودي الغائب عن الملاعب منذ فترة بسبب معاناته من إصابة، هو الآخر لم يفوت الفرصة وبعث برسالة دعم لزملاء محيوس، حيث كتب قائلا عبر حسابه على انستغرام: يعطيكم الصحة. وهي نفس العبارة التي كتبها كذلك هداف نادي السد القطري بغداد بنجاح، الذي اعتبر ما حققه أشبال بوغرة إنجازا كبيرا.